عندما أجلس بعد صلاة الفجر بيني وبين الله أقول له: يا حبيبي، هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر، الناس نيام وأنا بفضلك وكرمك ومنك وجودك وإحسانك بين يديك قائم أصلي. يا حبيبي، إن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وإن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي. هالحديث، هذه المناجاة لو كان في 3-4 من معي ما طلعتش الكلمة بهذا الصفاء. فإذا هي علاقة لقاء بالحبيب، جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له: يا حبيبي، غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله. إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعوه ولا إله غيرك فأرجوه. لما تدمع عيونك، هو الدموع شنو؟ هي الدموع شنو؟ صفاء القلب، لأنك أنت تحاول جهدك أن تعيش خاشعا، لكن الدنيا قد ملأت قلب الإنسان، لم يعد هناك مكان وإن قل لهذا الإله العظيم. ايش معي؟ نزلنا. لا، كان دائما أحد العارفين يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. شيخ سيدي، سعدت جدا بوجودك معايا. الله يبارك فيك. الليلة المباركة الجميلة نحب نكمل بدعاء. أنت تريد أن تبكيني، لو في بكائك رحمة ما يغير سرائرنا نحو الأفضل فنعم البكاء هو. لا، لأنه أنا مباشرة الدعاء أنك تجلس بين يدي جبار عنيد عظيم رحيم ودود. خذنا في هذه الرحلة الجميلة. سامحني يا رب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.